بتاريخ 13 أفريل 2014 خرج أكرم من البيت بعد أن توضأ ليتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الظهر. وفي طريقه إلى المسجد التقى بجيرانه أين شاركهم الحديث لبعض الوقت. لحظات قليلة وتقف أمامهم حافلة مملوءة بالمسافرين لاقتناء الخبز من المحل المجاور. وفجأة بدأ المسافرون يتلفظون بعبارات بذيئة من سب وشتم، الأمر الذي جعل أبناء الحي يثورون في وجه السائق ويأمرونه بالذهاب، مما جعل المسافرين يصرون على إلقاء وابل من الشتائم عليهم. في ذلك الوقت تقدم أكرم لتهدئة الوضع وراح يدفعهم داخل الحافلة. بينما كان أكرم يحاول تهدئة الوضع تفاجأ بعدة طعنات على مستوى قلبه، لم يكن يدري ماذا يحصل، فحاول الفرار متجها إلى سيارة أحد جيرانه، أما القاتل فقد فر هاربا داخل الحافلة. وبينما كانت السيارة متجهة إلى المستشفى بقي أكرم يتمعن في أخيه بنظرات وداع، ممسكا بيده يوصيه بصوت خافت: أتهلا في روحك وفي يما. هكذا فارق أكرم الحياة. الدنيا بلا أكرم بقاعد الجانوة. ليه شافوا يتكيف، ليه شاف أكرم يتكيف وليه يسب بالعيب برا في الطريق يجي يهضر معاه. بربع طعنات وين نلقى البلاصه واحده، خير له غير القلب يدخل ويخرج يدخل ويخرج. ما خطرت ويدك في ولا ضرب باش يقتل، ضربوا من الفوق، وهذا الحكم من الفوق حاجه اخرى. جدل بين اقارب الضحيه حول مده العقوبه. لا 9 سنين مش كاين، هذا حاجكم قط ولا كلب تحت الطوموبيل في الطريق. هايلك في الورقه القتل عندي يجيب عليه 9 سنين. قضية لا تختلف عن باقي القضايا، لكن حكمها لم يشفي غليل عائلة أكرم التي قتل ابنها بطريقة بشعة من دون أي أسباب. نسيم حدوش المدعو أكرم شاب في مقتبل العمر، ابن حي شعبي معروف بخصاله الحميدة وأخلاقه العالية. عامل بإحدى المحلات في حيه بزرالدا في الجزائر العاصمة، يشهد له الجميع بصدقه وأمانته في عمله، يقضي يومه بين البيت، المحل والمسجد. عاش حياته في بيت جده بين أحضان عائلته ورفقة أخيه الوحيد، وعند بلوغه سن 22 سنة قرر الزواج ببنت جيرانه بعد أن استفادت عائلته من بيت جديد. البيت الذي راود أكرم في أحلامه لوقت طويل. جمع أكرم مبلغا مالي قدره ب20 مليون سنتيم ومنحه لأبيه ليتكفل بمصاريف الخطوبة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالقدر شاء ألا يصرف هذا المال في الخطوبة وإنما في عشاء جنازته.
ضربوا 4 ضربات، ضربوا على القلب. انا في كنت داير سبيطار، طلعت له على الضربه، شفت مشيت على الضربه وليت هكذا حفره. محطوط من اللور، نقوم كسل والدم شدني من يدي هكذا، ديتو سبيطار. في الطريق بدا يخرج لي في الرغاوي. كاين قال لي تهلا في روحك ويما، قال لي تهلا في روحك ويما. تمام. نقول له يا خويا انا معاك، انا وصلنا للسبيطار ما كان والو، شغل بالشماعة. هذه هي تاع يما وتهزأ في روحه. سي بون خويا بدا خارج في الغاوي بيوضنا من فمه. هذيك اللحظة ما نتصورش كيفاش كنت، انا غالب ما نتصورش. خويا صغير هذا واحد، لا انا وخويا بيناتنا عام مربيين كيف ما با عام، يعني مربيين كيف دام انا دوك سبت روحي وحدي، والعداله ما جابتليش حقي. طلعت معاه، قعدت معاه في لوبيطال حتى وين دخلوه البلوك شيريجي، حتى وين دخلوه البلوك وين واحد ما يقدر يدخل معاه. ابري ساعه ديك راهو اكرم باللي مات. هذه هي. واكرم سي هدر معايا، ما كاش اكرم كان فاقد الوعي، بون شفع ليا وعقلني وذكر اسمي وعقل الناس، هذه بشهاده كاع الحضور. وشنو كان انكونسيون، ما كان حتى انسان يقدر يستنى الموت. وشنو كان على باله بلي الضربه ضراته، على باله بلي كان مضرور، راه تسيح الدم بزاف، خرج منه الدم بزاف. وانا كنت معاه من لي زيرجونس حتى للبلوك الفوق. كان يقول حوايج بون ماذا بيا نروح، خليني نوقف. احمد وقفني باش نروح، علاش راهم يديروا لي هكا؟ احمد واش كاين؟ كيفاش انا انضربت؟ هذو هما الهضره تاع الواحد اللي يكون يعني تاع الخلعه كيما نقولوا حنايا في طريق. ما كاش على باله خاطر الضربه صح جاتو بالخدعه، ما كاش يستنى فيها، ما كاش على باله ما راه مضروب، ما كاش يحس وراه مضروب. اكرم كان يفقد الوعي، كيعاود ينوض يقول لي احمد وقفني باش نروح، روحوا للدار ما تخلينيش وحدي. هذه هي الهضره اللي كان يهضر فيها اكرم. يعني لا بروف لهنا، هذا هو الدليل على اكرم باللي ما كانش متضارب. لاخاطش كان متضارب وعنده لي كريماس تاع الدبزه يكون مازالوا في هذوك مازال في هذيك لي نار اللي يهضر بها. اكرم كان كيفتح عينيه يقول لي احمد واش كاين؟ ما تخلينيش وحدي، شكون هاد الناس؟ كان يهضر هكذا اكرم، وبشهاده كاع الناس اللي كانوا حاضرين، مام الطباء مام كانوا ولاد حومه في السبيطار كانوا يسمعوا في الهضره هذه. اكرم هذو هما الكلام تاعو الاخراني اللي كان يقول فيه. الخبر نزل كالصاعقة على سكان الحي، أما والدة الضحية فلم تتقبل الأمر إطلاقا، ولم تصدق أن ابنها قد فارق الحياة. عيط لي وليدي وعيط لي بابا. كي جيت للسبيطار انا كما قال لك قاعده في الكرسي نستنى في وليدي يقولوا لي روحي للدار، وانا كما قال لك نستنى في وليدي مسكين يخرج من السبيطار. هو وليدي مسكين داخل مغسل ويكفن. عنده الخدمه تاعو مسكين، يجي على 12 تاع الليل. مسكين يجي كما قال لك يجي ديريكت يرقد، يجي عيان والصباح كما قال لك مسكين تاني ينوض الصباح بكري يروح يخدم. عنده غير 12 وحده يقعد مسكين يربوزي فيها، يروح يصلي ويعاود يولي للدار يرقد. جامي ولا جامي جاب لي مشاكل، من يزاد وليدي ما جاب لي حتى مشكل. يخلص في الدنيا قبل الاخره. ما سمعنوش ولا ما سمعنا، ضيع لي حياتي، ضيع لي كما قال لك داري، ضيع لي كلش. عندي 2 دراري، يعني واحد يقعد لي واحد هذيك كما قال لك السفلي. هذه مات انايا كما قال لك قلبي راه يتقطع، انا في النهار يتقطع 1000 مره. كون ضربوا ضربه ولا غنسمع له، كون خلاوني في الشريطه نبوس وليدي مع داك وليدي نسمع له. هذا داولي قاعد يقتلو شدو غير يضرب فيه كما قال لك 4 خطرات ويدك فيه وعلاه. ما دار له حتى حاجه تقول لي يعرفوا ما يعرفوا ما والو. ما شافنيش كيفاش راني نتعذب. عندي 2 دراري، قال لي واحد انا كانت الدار معمره عليا، كان عندي زوج بصح عندي شغل عندي 10. كان راح لي اكرم، ضاعت حياتي، ضاعت خلاص الدنيا بلا اكرم بقى نرجع له. أكرم الابن المدلل المطيع قتل غدرا من دون أي أسباب
تاركا فراغا رهيبا وسط أفراد عائلته. الأخ أسامة فقد قرة عينه، خسر الأخ والصديق والقريب الذي كان ونيسه الوحيد. أنا حالك على بالك شغل كانوا عندي جعينين ميت عندي وحدة شغل تفاص التي تشبه الحافلة التي تحمل المشتبه فيه في الحواجز الأمنية. عندها تم التعرف على إحداها التي كانت آتية من ولاية سيدي بالعباس والتي كان فيها مرتكب الجريمة. نقل كل الركاب إلى مقر الشرطة، وهناك تم استجواب المسافرين، فيما استدعي الشاهد الوحيد الذي شاهد الشخص الذي ارتكب الجريمة. تم عرض كل المسافرين أمام الشاهد ليتم التعرف على المشتبه فيه. لم يعترف في بادئ الأمر بجريمته، إلا أن خطط المحققين جعلته يعترف بعد أن أوهموه بأن الضحية لم يمت وأن حالته مستقرة. داروا التحقيق وقالوا لهم باللي قالوا لهم باللي ما مات، قالوا لهم قولوا لنا شكون يقتل، شكون يضربوه باسكو راه خرج بالإنعاش، تسمى ما ماتش تفرجينا ودابا يسمعوا لكم. استعرفوا قال لهم انا اللي قتلته. استعرف الكوميسارية قالوا له يا ودي اللي ضربته او تخيط او جايين لنا وباباه باش طلب منه سماح، وكاع قال لهم نطلب منه سماح. كما ديك قال له الكوميسار قال له هذاك اللي ضربته راه مات. هذه هي باش اللي كانت اللي هو اللي قتل. وما تعرف وعند قاضي تحقيق عطاه. بعد تواصل التحريات تبين أن الحافلة كانت تحمل طلابا أتوا من جامعة سيدي بالعباس قصد المشاركة في قوافل الحملة الانتخابية تزامنا مع التشريعيات الرئاسية. جريمة وقعت أمام مرأى الجميع وفي وضح النهار، وتحقيق أفضى إلى التعرف على مرتكبها. بعد 10 أشهر من التحقيق القضائي أدانت محكمة الجنايات المتهم بقتل عمدي، إلا أن العقوبة فاجأت الجميع ولم تشفي غليل عائلة أكرم. بتاريخ 13 أفريل 2014 خرج أكرم من البيت بعد أن توضأ ليتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الظهر. وفي طريقه إلى المسجد التقى بجيرانه أين شاركهم الحديث لبعض الوقت. لحظات قليلة وتقف أمامهم حافلة مملوءة بالمسافرين لاقتناء الخبز من المحل المجاور. وفجأة بدأ المسافرون يتلفظون بعبارات بذيئة من سب وشتم، الأمر الذي جعل أبناء الحي يثورون في وجه السائق ويأمرونه بالذهاب، مما جعل المسافرين يصرون على إلقاء وابل من الشتائم عليهم. في ذلك الوقت تقدم أكرم لتهدئة الوضع وراح يدفعهم داخل الحافلة. بينما كان أكرم يحاول تهدئة الوضع تفاجأ بعدة طعنات على مستوى قلبه، لم يكن يدري ماذا يحصل، فحاول الفرار متجها إلى سيارة أحد جيرانه. أما القاتل فقد فر هاربا داخل الحافلة. وبينما كانت السيارة متجهة إلى المستشفى بقي أكرم يتمعن في أخيه بنظرات وداع، ممسكا بيده يوصيه بصوت خافت: أتهلا في روحك وفي يمه.
انا طلعت انا. هكذا فارق أكرم الحياة. شدو غير يضرب فيه كيما قال لك 4 خطرات ويدك فيه ولا ما دار له حتى حاجه تقول لي يعرفوا ما يعرفوا ما والو. ما شافنيش كيفاش راني نتعذب. عندي 2 دراري قال لي واحد انا كانت الدار معمره عليا كان عندي زيت بصح عندي شغل عندي 10. كان راح لي اكرم ضاعت حياتي ضاعت خلاص الدنيا بلا اكرم بقى نرجع له. أكرم الابن المدلل المطيع قتل غدرا من دون أي أسباب، تاركا فراغا رهيبا وسط أفراد عائلته. الأخ أسامة فقد قرة عينه، خسر الأخ والصديق والقريب الذي كان ونيسه الوحيد. أنا حالتي على بالك شغل كانوا عندي 70 ميت عندي وحدة شغل تفاصيل التي تشبه الحافلة التي تحمل المشتبه فيه في الحواجز الأمنية. عندها تم التعرف على إحداها التي كانت آتية من ولاية سيدي بالعباس والتي كان فيها مرتكب الجريمة. نقل كل الركاب إلى مقر الشرطة، وهناك تم استجواب المسافرين، فيما استدعي الشاهد الوحيد الذي شاهد الشخص الذي ارتكب الجريمة. تم عرض كل المسافرين أمام الشاهد ليتم يديروا لي هكا حمد واش كاين كيفاش انا انضربت. هذو هما الهضره تاع الواحد اللي يكون يعني تاع الخلعه كيما نقولوا حنايا في طريق. ما كانش على بالو خاطر الضربه صح جاتو بالخدعه، ما كانش يستنى فيها، ما كانش على بالو ما راه مضروب، ما كانش يحس وراه مضروب. اكرم كان يفقد الوعي كيعاود ينوض يقول لي احمد وقفني باش نروحوا للدار ما تخلينيش وحدي. هذه هي الهضره اللي كان يهضر فيها اكرم. يعني لا بروف لهنا هذا هو الدليل على اكرم باللي ما كانش متضارب، لاخاطش كان متضارب وعنده لي كريماس تاع الدبزه يكون مازالوا في هذوك مازال في هذيك لي نار اللي يهضر بها. اكرم كان كيفتح عينيه يقول لي احمد واش كاين؟ ما تخلينيش وحدي، شكون هاد الناس؟ كان يهضر هكذا اكرم وبشهاده كاع الناس اللي كانوا حاضرين. مام الطباء مام كانوا ولاد حومه في السبيطار كانوا يسمعوا في الهضره هذه. اكرم هذو هما الكلام تاعو الاخراني اللي كان يقول فيه. الخبر نزل كالصاعقة على سكان الحي، أما والدة الضحية فلم تتقبل الأمر إطلاقا ولم تصدق أن ابنها قد فارق الحياة. عيط لي وليدي وعيط لي بابا. كي جيت للسبيطار انا كما قال لك قاعده في الكرسي نستنى في وليدي ما يقولوا لي روحي للدار، وانايا كما قال لك نستنى في وليدي مسكين يخرج من السبيطار. هو وليدي مسكين داخل مغسل ويكفن. عنده الخدمه تاعو مسكين يجي على 12 تاع الليل. مسكين يجي كما قال لك يجي ديريكت يرقد يجي عيان والصباح كما قال لك مسكين تاني ينوض الصباح بكري يروح يخدم. عنده غير 12 وحده يقعد مسكين يربوزي فيها يروح يصلي ويعاود يولي للدار يرقد. جامي ولا جامي جاب لي مشاكل من زاد وليدي ما جاب لي حتى مشكل. يخلص في الدنيا قبل الاخره. ما سمعنوش ولا ما سمعنا ضيع لي حياتي ضيع لي كما قال لك داري ضيع لي كلش. عندي 2 دراري يعني واحد يقعد لي واحد هذيك كما قال لك الزوف هذه مات انايا كما قال لك قلبي راه يتقطع بالنهار يتقطع 1000 مره.
كان ضربوا ضربه ولا غنسمع له، كانوا خلاوني في الشريطه نبوس وليدي نعلق وليدي ونسمع له. هذا داوني قاعد. بيت جديد، البيت الذي راود أكرم في أحلامه لوقت طويل. جمع أكرم مبلغا مالي قدره ب20 مليون سنتيم ومنحه لأبيه ليتكفل بمصاريف الخطوبة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالقدر شاء ألا يصرف هذا المال في الخطوبة وإنما في عشاء جنازته. ضربوا 4 ضربات، ضربوا على القلب. أنا كنت داير سبيطار، طلعت على الضربة، شفت مشيت على الضربة وسويت هكذا حفرة. محطوط من اللور، نقوم كسل والدم شدني من يدي هكذا، ديتو سبيطار في الطريق، دي خرج لي في الرغاوي. كاين قال لي تهضي في روحك ويما، قال لي تهلا في روحك ويما. تمام. نقول له يا خويا أنا معاك، أنا وصلنا للسبيطار ما كان والو، شغل بالشماء. هذه هي تاع يما وتهزأ في روحه. سي بون خويا بدي خارج في الغاوي بيوضنا من فمه. هذيك اللحظة ما نتصورش كيفاش كنت، أنا غالب ما نتصورش. خويا صغير هذا واحد، لا انا وخويا بيناتنا عام ربيين كيف ما بقى عام، يعني ربيين كيف دام نضوك سبت روحي وحدي، والعداله ما جابتليش حقي. طلعت معاه، قعدت معاه في لوبيتال حتى وين دخلوه البلوك شيريجي، حتى وين دخلوه البلوك وين واحد ما يقدر يدخل معاه. ابري ساعه ديك راولنا اكرم باللي مات. هذه هي. واكرم سي هضر معايا، ما كاش اكرم كان فاقد الوعي، بون شفع ليا وعقلني وذكر اسمي وعقل الناس، هذه بشهاده كاع الحضور. وشنو كان انكونسيون، لاخاطش ما كان حتى انسان يقدر يستنى الموت. وشنو كان على بالو باللي الضربه ضراته، على بالو باللي كان مضرور، لاخاطش سيح الدم بزاف، خرج منه الدم بزاف. وانا كنت معاه من لي زيرجونس حتى للبلوك الفوق. كان يقول حوايج بون ماذا بيا نروح، خليني نوقف، احمد وقفني باش نروح. علاش الدنيا بلا اكرم بقى نجعلوا اللي شافوا يتكيف، اللي شاف اكرم يتكيف ولا يسب بالعيب برا في الطريق يجي يهضر معاه. ب4 طعنات، وين نلقى البلاصه واحده خير له غير القلب، يدخل ويخرج يدخل ويخرج. 4 خطرات ويدك فيه وعلاه. ضرب باش يقتل، ضربوا منا للفوق، وهذا الحكم منا للفوق حاجه واحده اخرى. جدل بين أقارب الضحية حول مدة العقوبة. له 9 سنين مش كاين، هذا حاجكم قط ولا كلب دحته في الطوموبيل في الطريق. هاي في الورقه القتل عندي يجيب عليه 9 سنين. قضية لا تختلف عن باقي القضايا، لكن حكمها لم يشفي غليل عائلة أكرم التي قتل ابنها بطريقة بشعة من دون أي أسباب. نسيم حدوش المدعو أكرم شاب في مقتبل العمر، ابن حي شعبي معروف بخصاله الحميدة وأخلاقه العالية. عامل بإحدى المحلات في حيه بزرالدا في الجزائر العاصمة، يشهد له الجميع بصدقه وأمانته في عمله، يقضي يومه بين البيت، المحل والمسجد. عاش حياته في بيت جده بين أحضان عائلته ورفقة أخيه الوحيد، وعند بلوغه سن 22 سنة قرر الزواج ببنت جيرانه بعد أن استفادت عائلته من